في مثل هذا الوقت من كل عام تبدأ كل دول العالم الاستعدادات لبدء العام الميلادي الجديد بفعاليات كلها سعادة وفرح وتفاؤل وأحلام وردية، إلا عند الشعب السوري وبعض الشعوب المظلومة في العالم. فالشعب السوري اعتاد على أن ينتقل من معاناة إلى معاناة. فمع بداية العام 2023 وتحديدا في 6 شباط ضرب زلزال مدمر الشمال السوري وتركيا. هذا الزلزال أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف ودمار هائل بالمنازل والممتلكات والبنى التحتية. تبدأ معاناة الشعب السوري مع الهزات الارتدادية والأمراض النفسية والأمراض نتيجة البرد. في منتصف العام بدأت عصابة بشار الأسد القصف العشوائي الجنوني لأغلب المناطق المحررة نتيجة لقصف ميليشيا إيرانية لاحتفال بالكلية الحربية من مدينة الحمص. مع نهاية العام الميلادي تبدأ المعاناة الموسمية التي تتمثل بقدوم فصل الشتاء. المعاناة التي تتمثل بتأمين مواد التدفئة واللباس الشتوي وتأمين مواد المدرسة. نأمل بأن يكون العام 2024 عام الخلاص للشعب السوري من الظالم بشار الأسد وأعوانه، عام الفرج، عام السعادة، وعام التفاؤل.